إخواني، بمناسبة قرب أو لقاء الجزائر والنيجر يوم 23 مارس، ولقاء الإياب اللي راح يستقبلنا النيجر في تونس يوم 28 مارس. نبدأ الحديث عن المنتخب الوطني. إخواني، كما تعرفوا منذ 4 أشهر لا جديد عن المنتخب الوطني. الطاقم الفني بقيادة بالماضي ورئيس اتحادية جزائرية لكرة القدم السيد زفزاف راهم يعملوا في الخفاء. لا خبر جديد إلا بعض واش رانا نسمعوا عن تدعيم التشكيلة الوطنية بلاعبين فرانكو جزائريين، لاعبين ذوي نوعية ذات مستوى عالي. من بينهم الظاهر الأيمن اللي كان يلعب في المنتخب الألماني فيردر بريمن، اللي هو فايزر. ومن بينهم حارس مرمى تشيلسي، حارس النادي حارس الفريق الاحتياطي لنادي تشيلسي، سامي تلمساني. وكذلك اللاعب اللي صغير في العمر 19 سنة اللي هو حجام. وكذلك آيت نوري اللي راه معروف منذ مدة، وإعلان رسمي من عوار اليوم بأنه راح يجي المنتخب الوطني. وكذلك شعيبي اللي رانا كما نعرفوا كاملين بلي راهو جاي، وقويري وكذلك. المهم كاين عدة لاعبين. المهم واش حبينا نقولوا ان ماهوش هما لاعبين راح يجوا رسمي للمنتخب الوطني، ولكن ما على بالناش اسك بالماضي راح يجيبهم كاملين على ضربة، ولا يجيب بالعقل يدمجهم في المنتخب الوطني تدريجيا، يدمجهم في المنتخب الوطني. ما على بالناش التفكير تاع بالماضي كيفاش راه. المهم قائمة بالماضي على أكثر تقدير راح يديرها مع بداية تربص يوم السبت، قبل الندوة الصحفية اللي تسبق تربص. والمهم واش حبينا نقولوا، عندنا فريق لاباس به. المنتخب الوطني الجزائري عنده سمعة لاباس بها، فريق معروف، ولكن لازم له تدعيم نوعي ماشي كمي. يعني ماشي نجيبوا اللاعبين بزاف، نجيبوا اللي نسحقوهم. وحنا كما راهم يتداولوا في وسائل الاعلام راح يجيبوا كاملين مهاجمين، وحنا عندنا المهاجمين على كل حال. في هذا المهاجمين كاملين ما كاش قلب هجوم اللي احنا نحتاجه، قلب هجوم. نحتاج حارس مرمى سامي تلمساني يلعب في الفريق الاحتياطي، ما على بالناش المستوى تاعو كيفاش. نحتاج ظهير ايمن، اذا كان جا فايزر هذا يعني راح تكون في محله. نحتاج لاعبين 2 أو 3 في محور الدفاع، هذو ما بالماضي جاب له ربي ما لقاش. على الجهه اليسرى الفريق تاعنا مليح على الجهه اليسرى، ولكن معليش كاح يجيب لنا حجام وايت نوري. معليش وسط الميدان راح يدعم بعوار وعدلي. والهجوم كما تعرفوا كان عدة لاعبين راهم جايين بالتوفيق المنتخب الوطني. مع ظهور قائمة بالماضي راح نزيدوا نتحدثوا أكثر على حسب ما نشوف. اللاعبين اللي عندنا مع اللاعبين اللي يكون عندنا منتخب مع اللاعبين اللي استدعاهم بالماضي مؤخرا، يكون عندنا منتخب عالمي إن شاء الله. هذه هي خوتي. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.